النهارده هنحل النموذج الثالث من اعدادي الترم الثاني 2026. اول سؤال بيقول لك اذا كانت A على B بتساوي B على C بتساوي 3. طبعا دي متناسبه اللي هي كانت بتقول لي A على B بتساوي B على C بتساوي K، فساعتها B بتطلع بتساوي CK والA تطلع بتساوي ايه؟ تطلع بتساوي CK تربيع. طيب هو عايز هنا الA، وطبعا K عندي ب3 يبقى تطلع ايه؟ 9C اللي هي الإجابة رقم ج. والسؤال التاني بيقول لي إذا كان عندي x تكعيب y زائد الواحد بتساوي 27 والجذر التكعيبي لل27، وعايز x زائد الواي. تعالى الأول نجيب الx ونجيب الواي بكل سهولة. احنا عندنا الx اللي هنا دي هتطلع بتساوي الx اللي هنا، فتبقى x تكعيب بتساوي 27. هناخد الجذر التكعيبي للطرفين فهتطلع الاكس بتساوي الجذر التكعيبي ل27 اللي هو 3. كده احنا ايه؟ جبنا الاكس. طب ازاي نجيب الواي؟ بكل سهولة هنقول واي زائد الواحد بتساوي الجذر التكعيبي ل27 اللي هو 3، فتطلع الواي بتساوي 3 زي ما هي، الواحد هيتنقل الناحية التانية بعكس الإشارة ناقص الواحد فتطلع 2. يبقى أنا جبت الإكس ب3 والواي ب2 وهو عايز مجموعهم، يبقى 3 زائد 2 ب5. الإجابة رقم أ. ندخل بقى في سؤال رقم 3. بيقول لي ما ميل المستقيم المار بالنقطتين A ب3 و2 والB ب4 و2. طبعا الميل اللي هو احنا عارفين قانونه بيبقى ايه؟ الواي ناقص الواي والاكس ناقص الاكس، يعني 2 ناقص الاتنين على 3 ناقص الاربعة. طبعا هنا صفر، اول ما الاقي البسط اصلا بصفر فخلاص الاجابة عندي ايه؟ صفر. سؤال 4 بيقول لي اذا كان عندي الار بتساوي 2 و5 و3 و6، عايز المدى بيبقى ايه؟ الجزء التاني اللي هو هنا ال5 واللي هو هنا ال6، فتطلع الإجابة رقم ج. ندخل في سؤال رقم 5. بيقول لي إذا كانت عندي الA ب0 و4 والB بسالب 3 و0 فما طول AB. طبعا أنا عشان أجيب الطول بقوم عاملة الجذر بتاعي وأقول x2 ناقص x1 يعني سالب 3 ناقص الصفر زائد طبعا ايه؟ الكل تربيع زائد الواي 2 ناقص الواي 1 يعني 0 ناقص الأربعة الكل تربيع، فهتطلع بتساوي جذر 9 زائد 16 اللي هي هتطلع 5. السؤال التاني بيقول لي اللي هو السادس، يعني مصنع ينتج 800 لمبة يوميا، فإذا كان احتمال أن تكون اللمبة معيبة 3 من 100 فما عدد اللمبات السليمة المتوقع إنتاجها في اليوم. بما إن اللمبات البايظة مثلا 3 من 100، يبقى عندنا اللمبات السليمة ديت قد إيه؟ 97 من 100. يبقى هنقول 97 على 100 في 800 هتطلع معاك، احسبها بالآلة، هتطلع لك 776 لمبة. ندخل في سؤال رقم 7. بيقول لي إذا كان عندي 5x ناقص 3y بتساوي 0، عايز الإكس على الواي. طب ما أنا عندي هنا 5x وتعالى ننقل السالب 3y الناحية التانية هتتنقل إيه؟ 3y. هو عايز x على y، احنا مش بنرجع بإيدينا فاضية، تبقى إيه؟ 3 على 5 اللي هي رقم ب. سؤال 8 بيقول لي ما طول نص قطر دائرة محيطها كذا. طب هو ايه اصلا محيط الدايرة؟ باي ار، 2 باي ار بيساوي ايه؟ بيساوي 13 باي. حلو قوي، الباي دي هتروح مع الباي دي، يبقى عندي 2 ار بتساوي 13 هنا على الاتنين هنا على الاتنين، تطلع الار بتساوي 6 ونص اللي هو رقم ب. اخر سؤال عندي اللي هو 9. اذا كان اكس بتساوي 5 فإن الN للإكس تربيع. طبعا هنا دايما الناس بتتلخبط تقول لك 5 تربيع فتبقى 25 وحاجات غريبة كده. لا طبعا أنا عندي هنا الإكس فيها إيه؟ عنصر واحد بس، فلما تبقى عندي إيه؟ 1 في 1 برضو إيه؟ 1، فتطلع الإجابة رقم أ. ندخل بقى في أول سؤال في المقالي. بيقول لي في الشكل المقابل اثبت إن أنا عندي قياس زاوية ABC اللي هو ديت تطلع أكبر من قياس زاوية ADC اللي هي دي. حلو قوي. اول حاجه هعمل بعد ما بين الدي بي، وهكتب كده اهو بعد الدي بي عشان اقدر اعمل مثلثين وابدا اقارن ما بينهم. هخلي هنا دي الزاويه هسميها 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4، ونبدا نشتغل. هنقول اول حاجه في المثلث ABD عندنا في ايه؟ عندنا ال AD اكبر من AB اهو، ده هنا 8 وده 7. حلو، يبقى عندنا في قياسات الزاوية يبقى عندي قياس زاوية الواحد أكبر من قياس زاوية الاتنين. ماشي. طب وبعد كده ندخل فين بقى؟ ندخل في المثلث التاني. هنقول في المثلث
بي دي. عندنا ايه؟ البي اللي عندنا الدي سي اكبر من السي بي، يبقى عندي قياس زاوية 3 اكبر من قياس زاوية 4. بعد كده هنقول له خلاص بجمع قياس زاوية اهو الواحد وهنا التلاتة، قياس زاوية 1 زائد قياس زاوية التلاتة اكبر من ايه؟ اكبر من الاتنين والاربعة، اكبر من قياس زاوية الاتنين زائد قياس زاوية الاربعة. فمعنى كده ان بقى عندي ايه؟ قياس زاوية بي اكبر من قياس زاوية دي اللي هو مطلوب ايه؟ اثباته. ندخل في السؤال التاني، بيقولي اذا كان عندي اف اكس بتساوي 3 اكس زائد البي، وعندي مديني نقطة ب4 و7 تقع على المستقيم الذي يمثل دائرة اف، اوجد ايه؟ البي والاف واحد. طيب بكل سهولة هقوم قايله اول حاجة ان انا عندي الاف اكس دي اللي هي ب7، وهشيل الاكس واخليها ايه؟ بالاربعة، فهتبقى التلاتة في الاربعة زائد البي بتساوي ال7. 3 في 4 بكام؟ ب12 زائد البي بتساوي ال7. البي اهيت 7 زي ما هي، ال12 هتروح الناحية التانية بي سالب ال12، فتطلع الإجابة عندي ايه؟ -5. كده أنا جبت قيمة البي. عايز هو ايه تاني؟ الاف لما كانت تبقى بواحد بقى. طب ما هي سهلة اهي. الأول هروح أعوض ايه في الدالة بتاعتي عادي جدا، كده بقيت عندي الاف اكس بتساوي 3 ناقص ال5. حلو قوي. هو عايزها بقى الايه لما الاكس تبقى بواحد، فهتبقى 3 في 1 ناقص ال5. 3 في 1 ب3، 3 ناقص ال5 ب-2. ندخل في السؤال رقم 3، بيقولي إذا كان عندي A و B و C و D كميات متناسبة، اثبت إن أنا عندي ال A زائد ال B على ال B بتساوي C زائد ال D على ال D. طبعا ده هنسميه الطرف الأيمن وده هنسميه الطرف الأيسر. أول حاجة عندي ال A على ال B بتساوي ال C على ال D بتساوي ايه؟ ال K. يعني ال C بتساوي ال D K والايه بتساوي البي كي. هناخد دول ونعوضهم، هنعوض بيهم في السؤال، مفيش اسهل من كده. هناخد اهو الايه زائد البي على البي ونعوض بيها. عندي الايه ببي كي زائد البي على البي، هتطلع بتساوي، هاخد من فوق البي عامل مشترك، هيبقى لي كي زائد الواحد على البي، البي هتروح مع البي هيبقى عندي كي زائد الواحد. تعالى نمسك الطرف الايمن، سي زائد البي زائد قصدي الدي على الدي. السي بايه؟ بدي كي زائد الدي على الدي، نفس الكلام. هناخد الدي عامل مشترك هيبقى كي زائد الواحد على الدي، الدي هتروح مع الدي هيبقى لي كي زائد واحد. كده انا حققت اللي هو عايزه. ندخل في سؤال رقم 4، بيقول لي اوجد طول كل من ال AD وال AC وال AB. تعال نجيب اول حاجة ال AD اللي هو الجزء ده. كان ايه القانون بتاعه؟ كان جذر 9 في 16 اللي هو هيطلع معاك 12. هتتلخبط في الحسابات، حلها بالآلة. عايز بعد كده ال AC اللي هو الجزء ده. طب ما احنا عندنا قانون بيقول ال AC تربيع بتساوي ال CD في ال CB، يعني هتطلع بتساوي جذر 9 في 25 اللي هو يطلع بيساوي 15. بعد كده عايز ال AB تطلع بتساوي ايه؟ جذر 16 في 25 اللي هو بتساوي 20. ندخل بقى في سؤال 5 وركز معايا فيه. بيقولك منشور خماسي قائم من المعدن مساحة قاعدته 105 سنتيمتر مربع وارتفاعه 11 سنتي، صهر وحولها إلى اسطوانات دائرية قائمة متطابقة ارتفاعها كل منها 2 سنتي، وطول نص قطر قاعدتها 3.5، ومديك الباي ب22/7، وعايز عدد الاسطوانات. دايما لما يجي يقولك صهرة وحولة ديت، فاحنا هنجيب الحجم بتاع الشكلين، حجم المنشور وحجم الاسطوانة. تعال نجيب حجم المنشور. طب مع حجم المنشور بيساوي ايه؟ بيساوي مساحة قاعدته في الارتفاع اللي هي 105 في الارتفاع اللي هو 11، هتطلع لك ايه؟ 1155. وبعد كده هنروح نجيب حجم الاسطوانة، تطلع بتساوي 22/7 في 3.5 الكل تربيع في 2، فتطلع لك بتساوي 77. طب وبعد كده عشان نجيب عدد الاسطوانات نعمل ايه؟ قالك نقسمهم على بعض. هنقول 1155 على 77 هتطلع لك 15.
هي دي إجابة السؤال. ندخل في سؤال رقم 6، بيقول لي ما عدد الذي إذا أضيف إلى كل من الأعداد 3 و8 و18 تصبح أعدادا متناسبة. طبعا مش هو اللي قال لي نفرض عدد، يبقى العدد ده أنا دايما أفرضه بإكس. يبقى عندي الإكس زائد التلاتة على الإكس زائد التمانية تطلع بتساوي الإكس زائد التمانية على إكس زائد 18. متناسبة عادية جدا. نبدأ نعمل طرفين في وسطين. هيبقى عندي الإكس تربيع زائد التمانية إكس زائد 8 إكس زائد التمانية في 8 ب64 بتساوي الإكس تربيع زائد التلاتة إكس زائد 18 إكس زائد 54. طبعا الإكس التربيع دي هتروح مع إكس تربيع عشان بعكس الإشارة، وهيبقى عندي هنا 16 إكس زائد 64 بتساوي 21 إكس زائد 54. عندي هنا إكس وهنا إكس أجيبهم جنب بعض، يبقى 16 إكس ناقص 21 إكس بتساوي 64 ناقص 54. كده يبقى عندي الخمسة إكس بتساوي 10، فهنا على 5 وهنا على 5، فالإكس تطلع بتساوي 2. ندخل بقى في آخر سؤال في نموذج 3، بيقول لي قام أحد التلاميذ بإجراء استبيان على عينة مكونة من 25 تلميذ من تلاميذ مدرسته لمعرفة أي الألعاب الرياضية يفضلون. حلو، وسجل النتائج في الجدول المقابل. ماشي. إذا اختير أحد التلاميذ المدرسة عشوائيا أوجد احتمال أن يفضل ممارسة كرة القدم، وعايز أوجد العدد المتوقع للتلاميذ الذين يفضلون ممارسة كرة القدم من تلاميذ المدرسة، اللي هو عددهم كلهم كام؟ 600 تلميذ. تعالى الأول نجيب عدد التلاميذ بتوع كرة القدم. هما كلهم كام؟ 25. وقال لك كرة الطايرة 2 وكرة السلة 4، يبقى 2 و4 6. 25 ناقص 6 19. حلو قوي. بعد كده هو عايز أوجد احتمال أن يفضل ممارسة كرة القدم. هنعمل هنقول 19 على عددهم كلهم اللي هو 25. هو ده كده إجابة أول حاجة. تاني حاجة بيقول لي ثم أوجد العدد المتوقع للتلاميذ الذين يفضلون ممارسة كرة القدم من تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 600. كل اللي هنعمله هنقول العدد اللي بتاع كرة القدم اللي هو 16 على 25 هنضربه في 600 اللي هو عدد المدرسة كلها، فهيطلع معاك 456. وبكده نكون خلصنا حل النموذج، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومع السلامة.